من الاكاذيب بتاعته، او خيانة من خياناته، او تعرفي عنه حاجة هو مش عايزك تعرفيها، فيبتدي يقولك الموضوع مش زي ما انت فاهمة، على فكرة انت عبيطة ولا انت فاهمة اي حاجة. انت على طول كده، على طول قطر ما بتقفيش واخدة في وشك، افهمي افهمي يا بنتي، افهمي، يقولك كده. ايه بقى اللي انا افهمه حضرتك؟ طب انا ساكته اهو، تفهمني، ما يقولش حاجه، يقولك لا لا لا، انا اصلا هقعد اتكلم معاكي ليه؟ هقعد اتكلم انا اصلا غلطان، انا ما ينفعش اتكلم معاكي، ولا ينفع انزل للمستوى دوت، انت بتفرهديني وبتخرجيني عن شعوري وبتخليني افقد السيطره على اعصابي، فعلى ايه؟ لا بلاش اتكلم احسن. ليه؟ لانه مش لاقي حاجه يقولها، هو ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش مبرر لتصرفاته الغير لائقه والغير سويه، وبالعكس هو يفهمك ان انت اللي غلطانه، يقل ادبه عليكي مثلا، او يقول لك كلمه جارحه من كلامه، وبعدين يقول لك ايه، على فكره انا ما اقصدش كده، انت ما بتفهميش، انت ما بتقبليش الهزار، انا اصلا غلطان ان انا بهزر معاكي. تقول له يا سلام، طيب كان قصدك ايه بقى لما قلت الكلمه الفلانيه؟ لا لا لا، مش هتكلم، انا مش هتكلم، لانه مش لاقي حاجه يقولها. كل ده جاز لايتنج، كل ده يخليكي تمشي على قشر بيض وانتي بتتكلمي معاه، يخليكي تتقبلي الإهانة، لأنه ممكن لما تعترضي وتوري له ان انتي متضايقة، او ان انتي اتقمصتي، او ان انتي الكلمة اللي انت قلتها دي جرحتني، يقلب الموضوع ويقلب الترابيزة عليكي، ويبقى انتي اللي ما بتتقبليش الهزار، وانتي اللي ما بتتقبليش النقد، وانتي اللي ما انتيش فاهمة هو هدفه ايه من ورا الشات اللي انت مسكتيه على موبايله دوت، وكان بيكلم واحدة وبيقول لها كذا كذا، لا لا لا، انت ما انتيش فاهمة حاجة. تمام. كانت بتوصل معايا يا جماعة اقسم بالله، اني لما اشوفه بيكلم واحدة اونلاين يعني، وبيقول لها كلام زي، لا لا لا، انت ما انتيش فاهمة حاجة، انت مش فاهمة حاجة، دي مصلحة، انا بعمل مصلحة، انا بعمل مصلحة لولادي. طبعا مصلحة، تبتدي انت تسيبي الموضوع الاساسي وتنسي الخيانة، وتنسي البشاعة، وتنسي الكلام القذر اللي هو كاتبه، وتفكري يا ترى ايه المصلحة اللي هو كاتب، اللي بيعملها لعياله. شوفي الجاز لايتنج بيوصل لإيه، كمية تلاعب وخبث ومكر فظيعة. طيب، رقم 6، لما يقولك بقى الجملة دي بجد يعني، أكيد كلكم سمعتوها يا جماعة، وأكيد بتخليني أنا شخصيا أضحك والله العظيم، لما بسمعها بضحك. لما يقولي بعد كل اللي انا عملته عشانك بعد كل اللي انا عملته عشانك. ايوه، ايه هو اللي انت عملته عشاني؟ مش فاهم. لا 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 لا، انت جحدة، انت نكرة للجميل، انت مهما الواحد يعمل عشانك ما بتقدريش. ايوه ماشي، اديني حاجة واحدة من اللي انت عملتها عشاني. مفيش، ما بيتكلم، ما بيقولش، هو بس كلمة آه بعد كل اللي انا عملته عشانك، كل ده برضه بيصب في نفس الهدف، انك تفضلي تفكري، ويشوش على تفكيرك، ويشوش على الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، وتبتدي انت تفكري وتسترجعي الذكريات، وتدوري في دماغك، طب ايه هو اللي عمله علشان، ما انا عايزه اعرف يعني، ايه التضحيه الفظيعه اللي عملها، وكل شويه بيعايرني بيها، وبيقول لي بعد كل اللي انا عملته عشانك. مش عارفه يعني، طب اديني حاجه واحده من اللي انت عملتها عشاني، بس مش، ما بيقولش. هي الكلمه دي كفيله انها تخليكي تلفي حوالين نفسك، وتفضلي تفكري هو عمل ايه علشانك. سابع كلمة بقى وسابع جملة، طبعا في جمل كتير، واحب ان انتوا تشاركوني في التعليقات، تقولوا لي جمل كتير علشان برضو نعمل بيها حلقات تانية. اهو مننا بنوعي نفسنا، وكل واحدة فينا تعرف ايه الجمل اللي ممكن يقولها، وتحترس منها وتاخد بالها منها، وتعرف انه لما تسمع جملة زي دي، ايوه هو كده بيعمل لي جاز لايتنج. شاركونا يا جماعة في التعليقات، وكل حد يكتب لي تعليق ويقول لي ايه الجمل اللي بتستفزه قوي لما نرجسي بيقولها، وبيحس ان هو فعلا جمل مستهلكة ملهاش اي اساس، ملهاش اي فكرة، اي كلام بيقوله، بس بتوصلك لحالة من الارتباك، وحالة من الغضب، وحالة من التشويش اللي في دماغك، وبتسيبي الموضوع الاساسي وبتفكري في الجملة دي. طيب، اخر جملة، لما يقولك اهدي، انت دايما عصبية ومتوترة ومشدودة كده. يعني انا مش عصبية،
انا مش متوترة، انا بكلمك ومرتبة كلامي ومرتبة افكاري، انت اللي بتوصلني لشارع مسدود، وبتفضل المناقشة بيني وبينك بتستنفذ طاقتي لأقصى درجة، وبتخليني يعني منهكة، طاقتي خلصانة من كتر التلاعب اللي انت بتعمله في الكلام، بتلف الكلام بطريقة معينة وتدخلني من حارة لحارة ومن شارع لشارع، وبطلع من المناقشة بجد فعلا مضروبة في الخلاط. آه، يعني حاسة ان انا كنت راكبة البتاعة اللي بتلف دي لدرجة ان انا فين، هو انا كنت جاي اتكلم في ايه اساسا؟ طب انا استفدت ايه من اللي انا فيه ده؟ انا عمالة انهج، طب انا بنهج ليه؟ كأني بجري في ماراثون طويل، كل ده بسبب الطاقة والجهد اللي انت خلتني استنفذهم، وكمان انا ما طلعتش بأي نتيجة. فوق ده بقى يقولك اهدي شوية، اهدي، انت عصبية ومتوترة والكلام معاكي ملوش اي نتيجة. انا برضو اللي الكلام معايا ملوش اي نتيجة، وانا اللي اهدى. وبعدين بقى يقول للناس ان انت عصبية، وان انت صعبة التفاهم، وان انت ما ينفعش انه يتكلم معاكي ولا يتناقش معاكي، علشان كده بطل يتناقش معاكي، علشان كده بطل يتكلم معاكي وبياخد قرارات لوحده، علشان كده دور على واحدة تانية يكلمها وتفهمه وتبقى هادية وتستوعبه، والكلام البلا بلا بلا اللي احنا عارفينه ده. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكتبولي في التعليقات، والجمل اللي انتوا هتقولوها تكون يعني تدينا إضافة، ونعمل بيها فيديو تاني. ايه رأيكم في الفكرة؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية.